أهلا وسهلا، مرحبا بكم في قناتكم ارتقي للأفضل. وفرحانة بزاف تكونوا معايا اليوم، فين ما كنتوا دابا، في داركم ولا في طريقكم للخدمة ولا غير واخدين لحظة هدوء مع راسكم. بغيتكم تعرفوا حاجة مهمة بزاف. هاد الوقت دابا هو ليكم، هذه لحظتكم باش تكبروا من الداخل، باش تنفسوا بهدوء وباش ديروا خطوة صغيرة تقربكم للحياة اللي كتمناوها. سميتي سارة، وأنا هنا معكم كصديقة، كمرشدة أو كمرافقة في هذه الرحلة ديال الارتقاء للأفضل. واش عمرك شفتي شي واحد كيبان قوي بزاف، صابر وما كيهدرش على تعبه، ومن بعد فجأة كيطيح؟ علميا هادشي ماشي مفاجئ، بل العكس. بزاف المرات القوة اللي كتبان من برا كتخبي تعب كبير من الداخل. اليوم ما غاديش نهضروا على التحفيز ولا على كيفاش تكون قوي، غادي نهضروا على شنو كيدير الضغط الخفيف في الدماغ، وعلاش بعض انواع القوه كتعب الانسان اكثر بدل ما تقويه. في علم النفس كاين مفهوم مهم كيهضر على كبح المشاعر. بلي الانسان كيحبس الحزن، الخوف او التعب وكيقول خاصني نكمل. الجسم ما كينساش. الدراسات كتبين ان كبح المشاعر بشكل مستمر كيخلي الجسم يعيش في حاله توتر داخلي دائم. الدماغ ما كيميزش بين خطر حقيقي وخطر عاطفي مكبوت، بالنسبة ليه كلهم خطر. ملي الجسم كيبقى في هذه الحالة لفترة طويلة كيرتفع هرمون التوتر اللي معروف بالكورتيزول. علميا الكورتيزول مفيد إلا كان مؤقت، ولكن إلا بقى طالع بزاف كيأثر على النوم، التركيز، الذاكرة وحتى الإحساس بالراحة. وهذا الشيء كيشرح علاش بعض الناس كيبانوا أقوياء ولكن من الداخل كيتآكلوا بشوية بشوية. هنا كنلاحظوا حاجة أخرى، بزاف ديال الناس ملي كيوصلوا للتعب كيديروا تغييرات كبيرة فجأة، كيبدلوا حياتهم كاملة. ولكن علم السلوك كيوضح أن هذا النوع من التغيير غالبا ما كيكون رد فعل على ضغط مكبوت، ماشي قرار واعي. الدماغ حسب علم الأعصاب ما كيقلبش على التطور إلا كان حاس بالأمان. إلا كان الشخص متوتر من الداخل، الدماغ كيركز غير على النجاة ماشي على التحسن. واحد النظرية في علم الأعصاب كتشرح أن الإحساس بالأمان هو الشرط الأول لأي تغيير حقيقي. بلا أمان ما كاين لا ثبات ولا استمرارية، ولهذا التغيير اللي كيبدا بالضغط غالبا ما كيوقف، أما التغيير اللي كيبدا بالفهم والتهدئة كيدوم. علم السلوك كيوضح أن الخطوات الصغيرة أكثر نجاحا من القرارات الكبيرة. التغيير ماشي قفزة ولكن تراكم. حتى في العلاج النفسي أول خطوة ماشي التغيير ولكن الفهم. ملي كنسميو المشاعر، الجهاز العصبي كيهدأ والعقل كيولي قادر يختار ماشي يهرب. وحتى في الدين ما كاينش ضغط. الله سبحانه وتعالى قال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يعني الوسع والطاقة هما الأساس ماشي القسوة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا الدين يسر. حتى العبادة مبنية على التدرج وعلى الاستمرار ماشي على الإجهاد. الارتقاء للأفضل ما كيعنيش نكونوا أقوياء طول الوقت. الارتقاء هو أنك تعرفي وقتاش تكملي ووقتاش توقفي، وقتاش تحتاجي الرحمة أكثر من الحزم. الارتقاء ماشي سباق، هو علاقة صادقة مع النفس ومع الله. ربما أحسن قوة هي أنك تسمحي لنفسك تكوني إنسانة، تعترف بالتعب قبل ما يكسرها، تسمع لنفسها قبل ما تضغط عليها. ومن هنا يبدأ الارتقاء للأفضل، ولكن على مهلك. إلا حسيتي أن هذا الكلام ليك راه ماشي صدفة، خذي نفس عميق وكملي الطريق بشوية. هذه كانت لحظة ليك، موعدنا في ارتقاء جديد للأفضل.